مرحبا بكم في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل. معلومات تشير إلى وجود أجهزة تنصت تلاحق السوداني داخل القصور الحكومية تم زراعتها من قبل حاشية الكاظمي. تهمة التجسس ليست جديدة، فقد لاحقت الكاظمي منذ تسنمه المنصب، وأبرز تلك التهم حادثة المطار التي اتهم فيها الكاظمي وجهاز المخابرات باغتيال قادة النصر، وما زالت نتائج التحقيق مبهمة إلى يومنا هذا. الكاتب هادي جلو مرعي تحدث أيضا عن تجسس الكاظمي وذكر أجهزة التنصت كان يجري الحديث عنها منذ أول أيام حكومة الكاظمي. يقول أنه تلمس ذلك بنفسه حين زار وزيرا في مكتبه. الوزير تجنب الحديث معه وانشغل برفع صوت التلفاز وتابع الأخبار. أشار الوزير إلى مدير مكتبه للحديث مع مرعي وقال: الوزير تبدو عليه علامات الرعب. لم يكن المسؤول الأدنى يخشى من شيء، ويقصد مدير المكتب. كان يتحدث إلي بأريحية عالية ويعبر عن مواقفه كما يريد. من جانب آخر، نواب الإطار توعدوا الكاظمي بالمحاسبة، وخاصة بعد سرقة القرن وفضيحة تهريب النفط والتريليونات التي تحولت إلى عقارات في اليرموك والأميرات. لكن الكاظمي غادر معززا مكرما مع امتيازات ورواتب تحولت حياة العديد من المسؤولين في عهده والمقربين منه إلى حياة ناعمة يعيشون وأسرهم في الخارج، ولا أحد من الإطار حرك ساكنا إلى الآن. تم وصفها الحكومة الأفسد على الإطلاق، فهل سيستطيع السوداني القضاء على الحيتان وفتح ملفات الفساد في جميع الحكومات السابقة، أو على الأقل وقفها؟ وهل ستظهر فضائح أخرى لحكومة الكاظمي بعد أبو فاطمة وأسامة واللواء ضياء والقيادات اللي تحركها نجلاء؟ وما خفي كان أعظم.